صباح الفل يا صباح الاسطى. السلام عليكم. اهلا سيدي وعيني. حياك سيدي وعيني. انت سيدي وعيني. انت سيدي وعيني. انت سيدي. اقول لك كلنا سيديهات. حياك نورتنا. اسمع يا سيدي وعيني، هيا في معي لك مشروع لقطه. برنامج واش لقطه نفس الاول. نفس الاول. برنامج جديد. اتصالات للناس جديد. مش هم اتصل، احنا نتصل لهم. برضو قديم. في فرق، نتصل لهم احنا ونسالهم عن الوضع، بين ايش رايكم بالوضع الان او لا قبل لا يجي الحوثي. هذا فكرة. يا سلام، برنامج قشطه لقطه. احنا نتصل ناس محددين. أيوة. تجيب لنا اسماء انت. لا، ايش هذا الفكره اللي بتدوشك، هيا ان احنا نكلمهم يعني ارقام حقيقيه، صدق مصداقيه. الدوله دولتنا واحنا صادقين. عشوائيا يعني. اي واحد. في ناس كثير مستائن مننا. والله ما واحد مستائن، هذه جالس بين الناس ولا انت؟ بيسبوا في والله ناس والله. كم بيسب واحد بندي ابوه علي. اتحمل المسؤوليه بس مباشر. لا خلينا نسجل اول حلقه مباشر. مش مباشر، هذا مسؤوليه اتحملها. بقول لك مباشر، نشتي مباشر افضل. تحمل المسؤوليه. ما تحمل المسؤوليه مباشر. والله لا تتحملها يا هذا مسؤوليه بث مباشر. ايوه، لانه اذا في سب اذا وين جت سيدي يا سيدي؟ انت هذا مزرعه وقع السيدي. هذا شيء كبير. انت علي الان أنا في شتم. تحمل. خلينا نسجل، يلا نسجل. ده حلو. لما كانت فرصه على اساس هذه ديتها. توكل، ادخل. بسم الله. يلا للي. بسم الله. سن باي. جاهز. ايوه بس هذا ليش شو هكذا هنجمه افضل. كديد دولتنا يا هكذا احسن لك. تقول لي يا قبال الموظفين. سهل سلامك. ما توقعتها منك. سيد في زيد. ما ينفعش سيد في زيد وماك سيدي ما ينفعش. جاهز. يلا. سن باي. يا اخي حاول احنا ندي كلام يعني لغه عربيه اسلاميه. يلا 3 2 1 ليه. برنامج العليا شعير، برنامج يناقش اوضاع المواطن، نساله بعض الاسئله، نتصل نحن مباشره، الاسماء ليست معروفه ولا احد يعرف احد، يقول ما في راسه. البرنامج يناقش حول فكره اين افضل، الان او قبل ثوره 21 سبتمبر، وما رايكم في انصار الله. معنا الاتصال الاول. معنا اتصال. يلا. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. من معي؟ برنامج العليا شعير، برنامج يناقش اوضاع المواطن. ما رايك في الوضع الان، اين افضل، الان او لا قبل ثوره 21 سبتمبر، وما رايك في انصار الله؟ ثورة ما هو؟ ثوره 21 سبتمبر. لا أنا فيها ثورة. لا محلات مقفلة والناس مشردين وضايعين، وتقول لي ثورة ما هو. أنت من أنصار الله. ايوه عادي، خذ راحتك، نحن نتقبل بصدر الله عليكم وعلى من جاب لك فكرة البرنامج هذا واللي أعد لك البرنامج. إن شاء الله. مع السلامة. بدون مع السلامة. يوصل إن شاء الله. طبعا في ناس متصلين يحبوا يعني في أمراض كثير، ونحن حتى المصداقية للناس نقول لهم أننا الآن مباشر ولا نخفي أي نعبر عن ما في شعور الناس. ومنتظر معنا اتصال ثاني. معنا اتصال. الو. السلام عليكم. السلام. معك برنامج العليا شعير، تقول فيها انه ما رايك في انصار الله، وما رايك اين افضل، الان او لا قبل ثوره 21 سبتمبر. مش حصارة على اي حاجه. الو. ايوه. ايش؟ ما رايك في انصار الله، وما رايك اين افضل، الان او لا قبل ثوره 21 سبتمبر. الريجستر الامر منو؟ اين افضل، الان او لا قبل 21 سبتمبر. الان. لا. يا سلام. شوف الان. شوفوا الكلام.
هؤلاء هم الصحيح، هم الناس الحقيقيون الذين يتكلمون. ما عرفنا الدم إلا الآن، ما عرفنا القتل إلا الآن، ما عرفنا بلا بترول إلا الآن، وما عرفنا الجوع إلا الآن، وما عرفنا الفقر إلا الآن، وما عرفنا المتشردين واليتامى إلا الآن. الآن ايش يا أخي أنت تتكلم عليك؟ لا لا. طيب على العموم ما في مشكلة. هناك يعني تعرفون المنافقين في كل بقعة، وأنا أقول أنه ما فيش أي مشكلة وما فيش أي مشكلة إلا ولها حل. إحنا نتناقش والحمد لله أنه برنامجنا يعني واضح للملأ، واضح وصريح، ونتكلم عن الأوضاع. معنا اتصال. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف أنت يا أختي؟ معاكم برنامج العليا شعير. هذا البرنامج يتكلم عن أوضاع الشعب، أين أفضل الآن أو لا قبل ثورة 21 سبتمبر، وما رأيك في أنصار الله؟ ما ننتو بتتصلوا الساعة آخر الليل. أنا تعرف احنا أخذنا عشوائيا يا أختي، لا تفكرينا غلط. ما لو احنا حق شيء ولا بعض شيء ما نتصل شيء يعني. إيماتي ما رأيش أين أفضل الآن أو لا قبل 21 سبتمبر قبل الثورة؟ أي ثورة وين طليق تشغلوا ابني وقتلوا زوجي وما عبي لا غاز ولا بترول. الله لا وفقكم، الله يجعل لكم حريقة إن أنتم ما تذكروا ولا ستموتون قهرا الذين يرسلون يعني الذين يحاولون أن يفشلوا أنصار الله. طبعا هناك منافقين ومنافقات، مش المنافقين فقط الذكور، ولكن هناك منافقات، ويجب أن أحمل المسؤولية جميع الوحدات السكنية التي يجب عليها أن تهتم بهذا الوضع بالذات، المنافقين والمنافقات. معنا اتصال. ألو. السلام عليكم. معكم برنامج العليا شعير، ونسألك بعض الأسئلة. ما رأيك في ثورة 21 سبتمبر، ثورة 21 سبتمبر، وما رأيك في أنصار الله؟ عليكم السلام. معكم برنامج العليا شعير. ما رأيك في أنصار الله، وما رأيك في أين الأفضل قبل ثورة 21 سبتمبر أو لا بعد ثورة 21 سبتمبر؟ ماسورة ايش؟ ما رأيك في الثورة، ثورة 21 سبتمبر، ما رأيك في ثورة 21 سبتمبر، أين أفضل الآن؟ ها؟ تقول ما رأيك بالماسورة؟ ماسورة ايش؟ ماسورة مصروف بس عين. ما رأيك في الثورة؟ أنا بالحديدة الحين. طيب الحديدة وهي من أفضل البلدان التي الله يرحمها الشهيد الصماد مات فيها، وإن نسأل الله الفاتحة جميعا إن شاء والله أنه كان أفضل واحد يخدمنا. على فكرة أنا اشتي أسألك سؤال، أين أفضل قبل الثورة أو لا ذا الحين؟ قبل ثورة 21 أو لا ذا الحين؟ قبل إيه؟ قبل ثورة 21 أو لا الآن؟ إحنا قبل المفرق الحين، لكن يمكن بذيك ونصل المفرق. طيب ما رأيك في الثورة؟ ما رأيك في أنصار الله؟ في ماذا؟ أنصار الله. أنا بوصل التفصيل لك. لا، ما رأيك في الثورة؟ ثورة 21 سبتمبر. ثورة ماذا؟ ثورة 21 سبتمبر. يعني أنت من أنصار الله؟ أيوة نحن من أنصار الله. ربح الله صورة. شغلتني وخذت حدث وأنت اللي اتصلت صح؟ أنا ذي اتصلت أنا. الله لا وفقك، ليه اتصل؟ الله غرج. هناك أعداء كثير للوطن، ولكننا ومعنا متصل جديد، معنا متصل آخر، معنا اتصال ونقول ألو. معنا اتصال في برنامج ونقول ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ما رأيك في أنصار الله؟ والله رائعين وناس حلوين وحبوبين. شفت يا مخرج؟ لا
بوم 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 لا هزأتنا وسبونا ولعنونا. كنت تقول لي افعال برنامج افضل من انصار الله، كنت ادي حاجه معقوله. قلت لك نسجل اسماء حتى لو ودينا كنا نلقط حاجه اعظم من ما انصار الله، حتى احنا كاره لهم. خلاص ولا ايش لعنونا ولا تكلمت ولا رديت المفروض تراجعني في الموضوع، راجعني في الموضوع كلهم ولا تدافع. شوف يا حبيبي، تفضل. نحن مسيرة قرآنية، شعارنا القرآن. القرآن نريد أن نحول أهلا يا أستاذ إبراهيم. نعم أستاذ إبراهيم، ها تعال. من هذا؟ حياك ما عرفتنيش. زكريا. أيوة زيكو. أيوة أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. حياك الله. كيف حالك؟ وينك ولا عاد شفناك. الله يسلم عليك ويوفقك ويعافيك. الله يحفظك. هذا عاد باقي اثنين جنبي، تعال سلم علي. اثنين ولا ثلاث؟ هذا حمزة. هذا حياك الله. هذا أبو سند، مشرف أنصار الله في الحارة. حياك الله أبو سند. حياك الله. هذا الكرسي. أنا. أيوه تعال جلس. هذا ارجع وراء. معنا. عاملين هايلوكس. ارجع اجلس. يا سلام. حيا الله أستاذ إبراهيم. أي شلم الرائعة هذا. والله جلسة بالصدفة مع أبو سند، قال في موضوع مهم ما ندري ايش. أبو سند حياك الله. والله إني كثرة الأبو. هذا روح ما شاء الله. هذا حنستفيد منه كثير والله. في ايش تستفيد؟ ولقد كبرش عيقع أبو دفتر. ولا ده يسمي أبو طابع. الله يحفظك يا حياك الله أبو سند. حياك وقال مشرف. أيوه قطعة تنضل أو كيف؟ طبعا روحه خفيف. لا بس المشكلة هذا ابو فيها. ايش اطلب له؟ اطلب لنا منقى مثلا. منقى حاضر ولا يهمك. صيح من اثنين حاضر. يا مباشر جيب واحد منقى. اثنين منقى. طيب اثنين منقى. فيا اخي اجلس، هو اللي حيجيب لك المباشر. هيجيب لك المباشر يا استاذ. الأستاذ زكريا معي بس يقوم بنفسه. وهذا احلى اثنين منقى للاستاذ ابراهيم. هذا اثنين منقى ما شاء الله. يا سلام الله يجعلك تتغطس في انهار من منقى. الله يحفظك. وانهار من فخفخينه. الله. المهم تفضل يا أستاذ. فقلت لك احنا مسيرة بنكذب الناس اللي فيهم تأثير في المجتمع على اساس احنا مسيرة قرآنية. لا بتقنعهم يدخلوا حوذا انصار الله. بس هم بيطلقوا علينا كذا من باب الاستنقاص، ولا احنا انصار الله. قاعد تقع ذي عادوا قال لك يقنعني بالفكرة. يا سلام. قاعد تقع لك صرخة. قالوا بيصرفوا الصرخة بالصوف. كن بكر لقط الصرخات وعادن معكشة ساعة الجراد. لا هو بيتعدى الخطوط الحمراء الآن. ما فيش خطوط هذا حمزة. الناس اشتوت حالها. وانتوا الكل عاد تقعوا ذي. والله احنا بنفكر. وعاد تكون تصير تدي الصرخة بيد ساعة الجيم. كمل والصرخة وانت مفلت يدك ساعة سيكل. خلي يا عبد الرحمن. انداري بعضهم يدي الصرخة على نخس. قد يتعدى الخطوط الحمراء. وانا والله ساكت له تقديرا لهذه العاهة الموجودة فيه. يا سلام. لا تسخرش. والله ما العاهات اللي انتو. والله انه صدق والله. ايش؟ والله صدق. تتكلم بهذا الكلام. انت عارف ان طيب لا هذا احنا في وقت حرب وانتم تمزحوا وتضحكوا. انتم عارف في عدوان. احنا نريد وقت جد. فعلا انتو ذي مقدرين وقت الناس يشتوا يروحوا على نفوسهم. طيب زيكو فعلا ما مقدر الحرب الا الحوثة، العماير، الصالي، الحرب. الله لو يجيبين. لا تكون هذا عطاء الله لآل بيت رسول الله.
فلا نمنع هذا الخير عنهم. هؤلاء ضحوا من أجل البلد، ضحوا من أجل الوطن، وهم اليوم وهم اللي يواجهون العدوان الإسرائيلي واليهودي والله ما بصرنا والسعودي. لا يهود ولا بصرنا لكم الا انتم. والله لا بصرنا لا يهود ولا اسرائيلي، ما بصرنا الا العرب. طيب لو جينا معاكم ايش عملنا؟ ايش شغلنا؟ ايش نسوي؟ أول شيء سيوزع تسرقوا نوزع ما عبش بقاع. قد خرجوا السرق دي في السجون كلهم. ايش نسوي؟ هذا الرجل يعني يريد تشويه سمعتنا. تشويه ايش؟ سمعتنا. منو ذي ان ذحين انت مش مشوه يا مشوه يا ابن مشوه. انت يا ناقص يا دانق يا سارق يا معتل يا معتل الاخر. تجي تتكلم علي؟ الله يقوي. احنا سمحنا لكم، يعني هي من طيبة اهل اليمن، والله من طيبتهم، ناس مسالمين والله ما نرحمك لانك اعمى ندخلك الى السجون. لا تهدد شاب. اصبر والله لا خليك تلقي صرخام الناس، والله قسما بالله لا خليك صرخام الناس. دانق يا ابن الدانق شويه سرق حق. ارجع الجرف يا الدانق يا سارق. قد كنا مرتاحين معنا الدولة وكنا عايشين متعايشين، الإصلاح والمؤتمر والبعثي والاشتراكي والكلهم، حتى أنتم يا ذاك خلنا كنا نقول والله دولار وجيت حاكيني اليوم إنه جيت تسحبني يا كلب. لا انا راحم لك لانك اعمى. بصير انا اعرف ان انت تبع حقك عبد الملك الحوثي، انت جزمه لعبد الملك. وذكرتني سيدي خاتم الانبياء والمرسلين. زي هذا رجل يعلم الله فين تخرج. اشتكي لك نصيحة، انت داري كذا انا لا اجزت من عند واحد كذا ندري انه حوثي كفلانة تقول بشمه. شوف سمعتكم، تغسلوا والله لا اعرفكم، كونوا تغسلوا سمعتكم حتى علموا شمكم حتى ريحتكم. يا اخي انا معجب في هذا الرجل لانه انا دمه والله خفيف. ان انا ما انا معجب بك، ان انا لو قد الفاء بقعه حرم لا اهركم على واحد. انا اول مره اجد شخص يستطيع اخراج الضحك وانا في قمه الغضب. انتوا غضبانين. طيب مشاريعكم؟ مشاريعنا المستقبليه ان احنا اول شيء الان بدانا في تغيير المناهج، لان احنا غير المناهج. ايوه وينه ها تغير في المناهج غير القاعده الاسلاميه يا دانك. غيروا المناهج صدق والله. الله انت عارف ان هذا الجوال هداني السيد عبد الملك. السيد عبد الملك هداني، هو تفضل. كان يستخدمه قبلي. ايش اتبارك انا اتكلم باسم اليمنيين كلهم. اخرج قبل ما يقع لك يوم جن. قسما بالله ان احنا صابرين، احنا حكمه يمانيه وطيبين احنا، ولا قسما بالله. ايش حتسوي؟ ايش حتفعل؟ قل لي ما حتسوي انت ولا غيرك. احنا مسيطرين على البلد وحتحتكمون غصبا عنكم برضاكم او غصبا عنكم. انتم حتحتكمون. يا صبرا خلاص صبرا